ما أخفي لهم من قرة أعين. قرة، القرة والقرور السكون، ومنه قر في المكان، مش كده؟ واستقر في المكان. طب يبقى قرة عيون يعني ايه؟ أم قال لك الإنسان لا يستقر في مكان، يعني يعمله وطن، إلا إذا ارتاح له ووجد فيه مقومات الحياة الكاملة. ولذلك لما يجي يقول لك بنين شقق مثلا أو في مكان كذا، تقول المرافق موجودة، المية والنور والمش عارف ودكاكين التجارة ومسجد من المرافق. يبقى عايز ما تمكنش تستخدم وطن إلا إذا كانت فيه إيه؟ مقومات راحتك. خلاص كده يبقى تستقر فيه، تستقر فيه. يبقى مثلا قرة عيون يعني ايه؟ استقرار عيون، سكون عيون. طب ودي تيجي ازاي؟ أم قال لك احنا في تعبيراتنا في الريف او في اللغة العامية اللي حاملة الينا الى الان خصائص الفطرة النقية اللي ما شابتهاش ايه؟ زي في الحضارات ولا زخرفة المدينة، فطرية كده. والفطريات دي هي اللي تستهوي النفوس، بدليل أن الإنسان الحضاري اللي يبلغ في الحضارة القمة ويسكن في ناطحات السحاب وعنده المصاعد وعنده المش عارف الايه وكل دور فيه مطالباته، هيجي يوم عليه لا يمكن يهدأ ولا يرتاح ولا تستقر نفسه إلا إذا راح بعيد في الريف وقعد له ليلة أو ليلتين بعيد عن كل هذه الأشياء. يسموها إيه عندهم؟ الويك إند. يروح يرتاح كده وما يمكنش ياخد حاجة حضر، يعني الكهرباء لا، الحاجات كلها في الإيه؟ فطرية. ويروح في بيت مبني من طبيعة الإيه؟ مرة يبنيه من الخشب ومرة يعمله من اللبن ومرة الله. إذن إيه العودة إلى إيه؟ العودة إلى الطبيعة وإلى الفطرة. يبقى هي دي اللي إيه؟ اللي ممكن الإنسان يستريح إيه؟ يستريح فيه. ثم لما تيجي بقى نقول قرة عيون، قرة عيون يعني استقرت العيون على شيء، ولا تستقر العيون على شيء إلا إذا كان هذا الشيء قد أعجبها وأدى لها كل متعة يمكن أن تكون في الغير، فلا تتحول عينه إلى شيء آخر. ولذلك احنا نقول في الريف ايه؟ ده فلان ده عينه مليانه. معنى ايه عينه مليانه؟ يعني مش عايزه مزيد من المرائي زياده اللي عنده. واللي عينه فارغه بقى وفلان عينه فارغه، مش كده عمال بيقول. يبقى قرة عيون يعني ايه؟ يعني تثبت عيون. ونقول فلان لم تعد له تطلعات. ليه ما عندوش تطلعات؟ لأنه وصل إلى أعلى حاجة، هيتطلع إلى إيه بقى؟ ومعان كملت لا نبتغي لك فيها زائدا إلا الدوامة. ما فيش أحسن من كده بقى. يبقى قرت ولا لا؟ ولذلك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ما تنخيلش. ما إيه؟ التاني بقى اللي مش مستقر عينه وسكنه يبقى مخيول. شوف دي يبص ويبص ده ويبص ليه؟ لسه عينه فارغه. انما لو عينه ملانه ينتهي عندها. يبقى قرة عيون معنى. وايضا فيه معنى اخر، وقر بمعنى ايه؟ من القر. القر اللي هو البرد، وديا يكنوا بها عن سرور النفس. والعين تسخن وتحمي لما يجي الحزن. ولذلك المرأة لما دخلت على الخليفة وقالت له: أقر الله عينك وأتم عليك نعمتك، قاموا فهموا انها ايه؟ دعت. ولما خرج قال: والله ما فهمت هي تقصد ايه. ده قالت: أقر الله عينك يعني أسكنها فلا تتحرك. خدها من الناحية الثانية، من القرة بمعنى الايه؟ السكون. وأتم عليك نعمتك، لأن النعمة إذا تمت زالت. إذا تمت إيه؟ ولذلك الشاعر لما يجي يمدح واحد يقول له: أخي الناس برأوا لك
وفتحوا عيونهم عليك وهيحسدوك، مش لاقيين فيك خصله وحشه ابدا. فما تعمل خصله وحشه كده عشان ترد الايه؟ ترد عنك العين. شخص الانام الى كمالك فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد. يعمل. ولذلك احنا في الفلاحين لما يكون ولد شكله وسيم يعملوا فيه ايه؟ يجيبوا له فسوخه سودة، يسيبوه مبربر، يخلوه يحطوا ايده كده ويخلوا مثلا عورته باينه وموسخين، وقال عشان ايه؟ عشان ما ايه؟ ما ينحسدش. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم ايه؟ من قرة اعين.